السلام عليكم. الا كنتي مغربي فقير وما فحالكش وعندك البطاقه ديال الرميد سواء كانت جديده ولا وفالها الاجل او لا كنتي خدام غير في القطاع غير المهيكل، فالا كنتي واحد من هاد الناس فهاد لا فيديو ديال اليوم موجه لك وكيهمك بزاف، فلذلك ما تفلتوش وتبع معايا حتى الاخير. فاخيرا جاء الفرج من عند الله، والشعب المغربي الحر الصبور غادي ينال جزاء الصبر الكبير ديالو، بدايه التسجيل والاستفاده من الدعم المالي الجديد اللي غادي تعطيه الدوله للناس الفقراء واللي محتاجين واللي ما فحالهمش، واللي غادي يوصل تقريبا حتى 1000 درهم واكثر كل شهر. فاليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه والموقع اللي خاص تسجل منه باش تبدا تستافد نتايا وجميع الاسره ديالك من هذا الدعم المالي الجديد واللي غادي تبدا تعطيه الدوله ان شاء الله بدايه من السنه اللي جايه 2023. فالمهم خليك متابع معايا حتى الاخير باش تعرف شلا معلومات على هذا الموضوع ديال اليوم. وقبل ما نبداو ما تنساوش تخلوا لينا اعجاب وتعليق وتبارطاجي هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالك وكاع اللي محتاجين ليه باش كلشي يستافد. وقبل ما نبداو غير توضيح وصافي بالنسبه للناس اللي غادي تجي تكتب في التعليقات ان هذا الشيء غير كذوب وما منه والو، فبغيت نقول لكم ان هذا الشيء راه خرجته الحكومه وحنا فقط هنايا كنحاولوا اننا نشرحوا لكم هذا الشيء بطريقه اللي هي سهله ومبسطه باش كلشي يفهموا، خاصه واننا كنعرفوا انه بزاف ديال الناس يعني ما قاريينش وما غاديش يفهموا هذا الشيء، فلذلك حنا كنحاولوا اننا نبسطوا لكم المعلومه. اذا فمرحبا بكم خوتي المغاربه وخواتاتي المغربيات في حلقه جديده من الحلقات اللي كنشرحوا فيها كل ما يتعلق بالدعم المالي والتعويضات العائليه الخاصه بالناس الفقراء واللي محتاجين، وكذلك التعويضات والزيادات الجديده اللي كتهم العمال والموظفين وكذلك المتقاعدين بالمغرب. فكما كنعرفوا انه في اطار المشروع الملكي الكبير ديال تعميم الحمايه الاجتماعيه على جميع المواطنين المغاربه واللي عطى الانطلاقه ديالو صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، فالحكومه حاليا خدامه كتنقل يعني المعلومات ديال الناس اللي كانت عندهم بطاقه الرميد من قبل وغتدمجهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سي ان اس اس، باش هكا غيبداو يستافدوا من فلوس الدراري واللي هي 300 درهم شهريا على كل دري اللي مازال كيقرا يعني في المدرسه واللي العمر ديالو اقل من 21 سنه. وكذلك غتكون الاستفاده من التقاعد بالنسبه للناس اللي كبار في السن اي اللي عندهم 65 سنه واكثر، فغادي يبداو يعطوهم تقريبا 400 درهم شهريا يعني ابتداء من السنه اللي جايه، وغتوصل تقريبا 1000 درهم شهريا في سنه 2026. وكذلك بزاف ديال الامتيازات الاخرى. فلذلك بالنسبه للناس اللي كانت عندهم بطاقه الرميد وعندهم يعني شويه ديال الفلوس ولا خدامين مثلا، فخاصهم ضروري انهم يخلصوا فلوس الاشتراكات الشهريه ديال هذا الصندوق باش انهم يبداو يستافدوا من هذا الدعم المالي. اما بالنسبه للناس اللي عندهم بطاقه الرميد ولكن يعني فقراء بزاف وما بحالهمش ولا في وضعيات هشاشه، فالحكومه باش انها تاكد انهم فقراء بصح وما يوقعش يعني كما وقع ايام الدعم ديال كورونا كانوا الناس يعني محتاجين لهذا الدعم وما خداوش، فيما انه كانوا الناس اخرين ما محتاجينش هذا الدعم وخداو منه. فالحكومه خرجت جوج السجلات واللي خاص الناس يتقيدوا فيهم لا بغاو يستافدوا. اولا السجل الوطني للسكان، وهذا باين من سميتو يعني خاص الناس كاملين يتسجلوا فيه سواء كانوا فقراء ولا اغنياء ولا كانوا يعني كبار ولا صغار، فالدوله خرجته باش يديروا به احصاء المواطنين المغاربه واللي خاص كلشي يعني يتسجل فيه باش هكا الدوله يكون عندها معلومات على كل مواطن مغربي ويعرفوا راه كاين معنا في هذه البلاد. وباش تسجل في هذا السجل الوطني للسكان فراه الحكومه خرجت يعني واحد الموقع اللي هو هذا rnp.ma، كتدخل ليه وكتدخل المعلومات الشخصيه ديالك ومن بعد كيعطوك واحد المعرف رقمي ولا واحد الكود. هذا الكود خاصك تخليه عندك وتحافظ عليه حيت غادي تحتاجه من بعد. والتسجيل في هذا السجل فراه يلاه بدا يعني حاليا يلاه دايرين في جهه الرباط سلا القنيطره وكذلك جهه طنجه تطوان الحسيمه هما اللي طالقين فيهم يعني التسجيل. اما بالنسبه للجهات الاخرى مازال ما طلقوش لهم التسجيل، ونهار يخرج يعني بلاغ رسمي ديال الحكومه بخصوص التسجيل راه غادي نبارطاجيه معكم في القناه. وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله فغادي نشرحوا لكم كيفاش ممكن انك تسجل في هذا الموقع يعني خطوه بخطوه. وفي حاله ما كنتيش غتعرف كيفاش تسجل فما عليك غير انك تمشي عند مول السيبر وغدي معك لاكارت ناسيونال ديالك وهو غادي يسجلك، ومن بعد غادي يخرج لك واحد الورقه خاصك تخليها عندك وتحافظ عليها باش من بعد تدفعها يعني في سجل اخر يعني باش تبدا تستافد من الدعم. وكذلك الا كانوا عندك وليدات فضروري انك تسجل كل واحد فيهم يعني في هذا السجل، وكذلك تسجل حتى الزوجه ديالك واي فرد يعني من العائله باش انكم تبداو تستافدوا من هذا الدعم. اما بالنسبه للسجل الثاني اللي خرجته الحكومه فهو السجل الاجتماعي الموحد، هذا هو باش غادي يبداو يستافدوا الناس ديال الرميد وكذلك الناس اللي فقراء وما بحالهمش من الدعم المالي اللي غادي تبدا تعطيه الدوله. فكما قلنا من بعد ما غادي تسجل يعني في السجل الاول اللي هو السجل الوطني للسكان يعني عند مول السيبر ولا انك تسجل انت بوحدك، فغادي يعطيك واحد الورقه اللي فيها هذاك المعرف الرقمي ولا ذاك الكود اللي قلنا من قبل يعني خاص بك نتايا ولا عندك يعني شي وليدات، فكل واحد فيهم غيكون عنده واحد الكود ولا واحد الرقم خاص به، واي فرد من العائله غادي يكون عنده كود خاص به. ونهار ان شاء الله غيبدا التسجيل يعني بشكل رسمي في هذا السجل الاجتماعي الموحد، فما عليك غير انك تدفع الطلب ديالك اللي غتكون فيه هذه الورقه اللي تسجلتي بها المقاطعه ولا العماله ولا القياده اللي تابع لها يعني محل السكنه ديالك حاليا، واللي كما قلنا غتبدا تستافد يعني من الدعم المالي على الوليدات ديالكم اللي مازال كيقراو. وكذلك بالنسبه للناس اللي كبار في السن غيبداو يستافدوا من التقاعد، وكذلك غيكون دعم مالي اخر خاص بالناس اللي ما بقاوش خدامين. والجديد هو انه غادي يكون تنقيط لكل فرد وكل اسره في هذا السجل الاجتماعي الموحد على حساب بزاف ديال المعايير اللي غادي تحطهم الحكومه وعلى حساب عدد النقاط اللي عندك يعني في هذا السجل على حساب الدعم المالي اللي غادي تاخذ. فلذلك فراه اهم شرط باش انك تسجل وتاخذ الدعم خاص تكون يعني مسجل انت والاسره ديالك في السجل الاول اللي هو السجل الوطني للسكان، وتكون مقيد يعني جميع الافراد ديال العائله ديالك في هذا
هذا السجل، وكذلك من بعد غتسجل في السجل الثاني اللي هو السجل الاجتماعي الموحد باش هكا تبداو تاخذوا الدعم. المهم فراه يلاه بدا التسجيل حاليا يعني في هاد السجلات ولا هاد الدعم المالي الجديد، لذلك ما كاينلاش انكم تزربوا باش ما تطيحوش يعني في شي خطا وتضيعوا عليكم هاد الدعم. وبالنسبه للناس اللي بغاو يتسجلوا يعني بحدهم، ففي الفيديو اللي جاي غادي نشرحوا لكم يعني بالتفاصيل كيفاش ممكن انك تسجل انت والافراد ديال العائله ديالك. اذا في الاخير كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وتبداو تستافدوا من هذا الدعم المالي الجديد. كان هذا هو الخبر ديالنا ديال اليوم. اللي عنده اي سؤال يخلي لي في التعليقات راه كنجاوب على جميع التعاليق ديالكم. وفي الاخير ما تنسوش انكم تدعموا القناه والصفحه الرسميه ديالنا على الفيسبوك بالاعجابات والاشتراكات والتعليقات ديالكم كذلك. وشكرا، الى اللقاء.